السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بصحه مزيانه. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بحول الله غادي ندير معكم فيديو جديد على القناه. هذا الفيديو خاص بالشعر او فروه الشعر او الاعشاب اللي نقدروا نستافدوا منها للشعر. وكاين اللي ما كيبغيش يدير هذوك لي ماسك او لا هذوك التونر او لا شي حاجه اللي كتكون ديال الاعشاب. كل مره كيبغي شي حاجه اللي تتكون يستافد منها وفي نفس الوقت اللي يكون يعني بسيطه جدا، يعني ما فيهاش كثره المواد بزاف وما فيهاش كثره لي ماسك. اليوم ان شاء الله بحول الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي انا ديجا كنت درتها ويعني وبقيت مستمر عليها واحد المده طويله، والحمد لله جابت لي النتيجه. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي ندير معكم واحد النوع ديال كما نقولوا حنا شامبوان بالاعشاب. انا اختاريت هاد لي شامبوان هادو اللي كيكون هكا يعني ابيض يعني شفاف. تقدروا ديروا الشامبوان ديال الاطفال اللي هو ما كيكونش فيه المواد الكيماويه، ويعني كيكون ناقص فيه المواد الكيماويه، لحقاش راكم عارفين الاطفال يعني الجلد ديالهم او الفروه الشعر ديالهم كتكون حساسه بزاف. وطبيعه الحال اي سيده او اي كتبغي الطفل ديالها انه يكون عنده الشعر صحي، وفي نفس الوقت تغسليه بالشامبوان اللي ما يكونش فيه مواد الكيماويه اللي كتضر الشعر او الفروه الراس. المهم انا استغليت هاد الوقيته. تقدروا ديروا مع هاد الجو هذا سخون وكثرت الشامبوانات وكثرت الغسيل وكل مره غسيل، يعني كيكون واخا دير لي ماسك غادي تعيا، غادي ما تقدش كل مره دير لي ماسك. المهم هذه غادي نقدروا نستافدوا منها، نغسلوا شعرنا وفي نفس الوقت نستافدوا منها. اول حاجه غادي نديروها هي غادي الاعشاب اللي اختاريت لكم، وتقدروا ديروا اي اعشاب اللي كتحتاجوا او لا تعرفوها بانها غادي تستغلوها. المهم بالنسبه لعشبه الازير انا اختاريت هاد الازير هذا الاخضر واعر البنات. من الاحسن هاد الوصفه كتبغي الازير يكون اخضر. ما معنى اخضر؟ يعني محيدونو من الشجره ديالو وكيكون بهكا بخضر، تستافدوا منه السيدتي. المهم راكم عارفين بان الفوائد ديال الازير راها لا تحصى، وهو مقوي للشعر وكيحفز الدوره الدمويه في الشعر، وكيساعد في التغذيه ديال البصيلات، وكيعاون على تقويه الشعر ومنع التساقط. يعني هذا الازير كيمنع التساقط وما كيخليش الشعر يبقى يطيح. والفوائد ديالو راها مخيره وزينه بزاف، كيقوي الشعر، كيخلي الشعر تبارك الله ما شاء الله. وبزاف الناس راهم استافدوا منه، لا من ناحيه الزيوت زيت الازير او لا من ناحيه لي ماسك او لا التونر اللي كيكون ديال الازير، خصوصا مع هذا الجو السخون. الشعر كينشف، الشعر كيبهات، ما كيبقاش في كما نقولوا يعني في الشتاء اللي كيكون زوين وعنده الحيويه. هذه وصفه هذه كتساعد ان تخلي الشعر يبقى على الطبيعه ديالو، ما يكونش فيه واحد الارهاق، لحقاش الشعر اللي كيكون مرهق كيكون ناشف وكيكون يعني خاصو شي مواد طبيعيه او لا خاصو شي فيتامينات اللي كتكون خاصه بالطبيعه. هاد الازير ها البنات كيهدن الفروه ديال الراس وكيقلل من الحكه وكيعطي اللمعه ديالو. هاد الازير هذا كيساعد في التغذيه ديال البصيلات كما قلت لكم. وهذا الزنجبيل، علاش انا اختاريت الزنجبيل؟ عنده دور كبير في تحفيز الدوره الدمويه، وكيعاون على وصول الدم للبصيلات الشعر، وكيخلي الشعر اقوى واكثر لمعان. يعني هذا غادي ناخذ واحد الطريف بحال هكا نقطعوه يعني تقريبا صغير، وغادي نشدوه ونديروه في هذا الشامبوان هذا واعر، خصوصا الا كان الزنجبيل اخضر كيكون احسن. بالنسبه للقرون القرنفل، يعني كما نقولوا حنا القرنفل راه واعر، يعني بلا ما ديري حتى شي حاجه راه واعر، مضاد ديال البكتيريا. هذا القرنفل كينشط، كيمنع التساقط، وكيخلي هذا القرنفل هذا الشعر اكثر كثافه وصحه. اما بالنسبه هذا القرفه راه ضروري، من الاحسن تختاروها سيدتي، هذه ما تختاروش هذيك اللي كتكون عواد. هذه بلديه، هذه بلديه، انا خديتها من عند العطار، هو اللي قال لي من الاحسن تاخدي هذه، ما تاخديش هذوك العويدات ديال القرفه، هذوك ما شويه ناقصين، بصح هذه كتكون زينه. بالنسبه لهذه سيدتي، هذه راها البلديه، كتعطي رائحه زكيه للشعر، كتقوي الشعر، كتهدن الشعر، ما كتخليهش يعني يعني كما خصوصا الفروه ديال الشعر اللي كتكون حساسه بزاف،
هذا كتخليه يتهدن وكتعطيه اللمعه وكتعطيه واحد الرطوبه. هادو كلهم كما قلت لكم البنات يعني خلاصه كما نقولوا حنايا ديال كل حاجه، كل عشبه لمن كتصلح. وتقدروا ديروا مثلا الزعتر غادي نديرو ان شاء الله من موراها. الزعتر راه واعر البنات، ما نقول لكمش الفوائد ديال الزعتر. انا ما درتوش هنا لحقاش راه كما نقولوا راني نسيت باش نحطه هنايا في الاخر، ولكن غادي نديرو ان شاء الله بحول الله. الزعتر ما نقول لكمش راه هو بوحدو الا قديتي ديريه في واحد البخاخ، يعني ديريه في الماء سخون ديريه في البخاخ وديريه للشعر ديالك سيدتي، راه واعر. راه بحال لي مع هاد الصهد ومع هاد الحمان كما نقولوا حنا بالدارجه، مع هاد فصل الصيف تبقاي ترشي راه في الساع غير ترشيه غير بوحدو تشوفي الشعر ديالك تبارك الله الرحمن. المهم غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير ديالها اللي هي سهله جدا معروفه جدا، والفوائد ديالها راني وريتكم الفوائد ديال كل عشبه. هاد الطريقه هذه كتسهل عليك سيدتي باش نتيا كما نقولوا حنايا تستافدي ديري الشامبوان ديالك وفي نفس الوقت تستافدي من الاعشاب ديالو. يعني هو هاد الاعشاب اللي كديرها في هاد الشامبوان راه ما كيخليش كما نقولوا هذاك الشامبون يولي مجهد بزاف. وتقدري ديري حتى اوراق السدر الا بغيتي، ديري غير الاوراق ديال السدر بلا ما ديريها مطحونه، ديري اوراق السدر كتجي احسن وروعه. المهم العشبه اللي ترتاحوا فيها وكتعرفوا بانك تحتاج للشعر ديالك ديريها. كما كتشوفوا انا خديت يعني الزعتر حتى هو غادي ان شاء الله بحول الله غادي نديرو. المهم الطريقه ديال الاستعمال راها ساهله يا البنات، تاخذوا اي شامبوان اي نوع ديال الشامبوان اللي كتشوفوا بانه مزيان ما كينشفش الشعر ديالكم، كديروا منه يعني شويه ديال القرنفل كي بحال هكا. القرنفل راه معروف كيرطب وكيقوي الشعر وكيحفز النمو ديال البصيلات ديال الشعر. انا خديت هنايا القرنفل، غادي ناخد شويه طريف تقريبا البنات ديال الجنجبيل. ها هو كما كتشوفوا راه اخضر وماشي خضر ولكن المهم نقدروا نستافدوا منه. غادي تقطعوه على طريفات صغار باش تقدروا تدخلوه كما كتشوفوا هكا البنات، ديروا طريفات صغار باش يقدر يدخل لكم القرعه باش نقدروا نستافدوا منها. ها هو راكم عارفين كان يد كتصور وراها يد كتصايب. المهم هكا البنات هكا نحيد الموس. قلت لكم القرنفل ياك كلما زدتوا الكميه كلما راه كانت احسن. هادشي راه غادي يقعد لتحت والشامبوان راه غادي يقعد لفوق. غادي ناخذوا الزنجبيل هكا مقطع طريفات صغار هكا البنات. ها هو كيما كتشوفوا هكا بهذه الطريقه. رائحته راها روعه. هذا راه كيطهر حتى الفروه الراس وما كيخليهاش فيها الحكه. هكا من الاحسن تقطعوه صغار باش تقدروا تستافدوا منه، لحقاش القرعه راكم عارفين ما تتبغيش الفتحه ديالها راها صغيره كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. انا ما بغيتش نبين لكم الماركه ديال الشامبوان اللي كندير انا ولا الا المهم ماشي مشكل انا غادي نبينها. المهم انا زدت شويه حبيبات قرفه. غادي ندير الزعتر اللي قلت لكم انه واعر البنات. ها هو الزعتر عندي. هاد الوصفه البنات غادي تخليوها لمده 3 ايام، وكلما كانت احسن اكثر يعني اكثر من 3 ايام كانت احسن. علاش؟ قبل ما تستعملوا هاد الشامبوان هذا غادي تخليوه في واحد المكان يعني تقريبا 3 ايام 4 ايام بحال هكا. عرفتوا علاش؟ باش هاد المواد هاد الاعشاب هذه البنات تقدروا تستافدوا منها. ما يمكنش نتوما درتوه دابا وديروه في نفس الدقيقه ولا في نفس النهار، لا ما غادي تستافدوا والو. خصكم تخليوه 3 ايام باش هادشي يطلق في الشامبوان. هانيا البنات غادي ندير عود ديال القرفه، غادي نزيد واحد اخر. فهمتوا البنات؟ غادي ندير الازير اللي هو مهم في الوصفه، هو المهم في هذه الوصفه كامله. هاني غادي ندير الازير كما كتشوفوا كيكون اخضر يعني ماشي من عند العشاب، راه كيكون يابس. غادي ناخذوه من شي جرده ولا من شي بلاصه اللي كيكون فيها هذا، اولا شي حد كيكون زارعو حدا المنزل ديالو كيكون مزيان. انا المهم كما كتشوفوا
انا غادي نزيد عاد العريش ديال الازير. علاش؟ لحقاش راه هو لا اغصان لا اوراق لا كلشي تقدري تستافدي منه سيداتي. هاكا البنات، يعني كما قلت لكم انا راه مخيب كما كتشوفوا. سمحوني لحقاش انا راني كنصور كندير هاكا وكندلعو القرعه ديالنا. كما قلت لكم البنات، حاولوا انكم تمخضوا. انا كما كتشوفوا كنستعمل هاد الماركه هذه، ما كنتش باغا نبين، ولكن ها هو كما كتشوفوا كيجي روعه ومزيان. غادي تخليوه لمده، تخلطوا مزيان هاد الاعشاب تتندمج. غادي تخليوها البنات لمده تقريبا كما نقولوا حنا واحد 3 ايام 4 ايام، عاد تستعملوه عادي بحال كدير اي شامبون. هذا الفيديو هذا نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك، ديروا جيم، ديروا اشتراك للقناه. وكما نقولوا حنا نتمنى هاد الوصفه هذه تكون تنال الاعجاب ديالكم. ومرحبا بكم عندي في القناه الجدد، الناس الجدد او لا الناس القدامى. مرحبا بكم من جديد، والسلام عليكم.